لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ده اللي احنا دلوقتي كلنا بنقوله مع موجة الغلاء الرهيبة اللي احنا كلنا بنعاني منها، مع الارتفاع الرهيب في الأسعار، مع قلة الدخل، مع الأمور الكتير قوي اللي فيها تعثرات وفيها أزمات كلنا بنمر بيها. احنا الفترة اللي فاتت حاولنا نتكلم كده عن بعض الحلول اللي احنا ممكن ناخدها عشان نواجه المشكلة دي وعشان نواجه الأزمات دي في حاجات عملية يعني. بس دلوقتي احنا هنتكلم هنقول يعني هل يا ترى انتهت الحلول الاقتصادية والسياسية والحلول اللي بتيجي بالتصرفات الذاتية أو بالتصرفات الشخصية وبقي فقط الحل من السماء؟ لو أخدنا بالمبدأ ده وقلنا خلاص احنا مفيش حلول، قرارات اقتصادية مفيش، قرارات سياسية مفيش، الأمور في الأسواق خارج التحكم وخارج السيطرة، الأمور الشخصية احنا بنضغط مصروفاتنا على قدر المستطاع، بنغير في مستوى أولوياتنا على قدر المستطاع، عدلنا حاجات كتير قوي في حياتنا على قدر المستطاع. لو كده خلاص يبقى باقي فقط حلول السماء، ودايما وأبدا حلول السماء من عند ربنا سبحانه وتعالى هي الحاجة اللي هي ممكن تحل لنا كل مشاكلنا اللي ممكن تمر بيها في حياتنا. بس ده متوقف على شوية شروط احنا محتاجين نحققها. احنا بأي حال من الأحوال مش هنقدر ننكر ان كل واحد في حياته في ذنب ارتكبه، في ذنوب ارتكبها، في ذنوب مازال ان هو بيحاول ان هو يقاومها وبيحاول ان هو يمتنع عنها، وبيبقى الوضع بالنسبة له ويرجع لربنا ويستغفر ويرجع. لا، احنا عايزين ان احنا اول حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا ابواب الخير ويسبب لنا اسباب الخير ان احنا نتوقف تماما عن كل الذنوب، ان احنا نمتنع خالص عن كل الذنوب، ان احنا نحاول جاهدين على قدر المستطاع ان احنا نقاوم ان احنا نرتكب اي ذنب، ان احنا نستغفر الله سبحانه وتعالى كتير جدا جدا جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس استغفارا، وهو سبحانك يا رب يعني المعصوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نزهه عن كل شيء. فاحنا محتاجين ان احنا نستغفر ربنا كتير جدا، ان احنا نعود لربنا سبحانه وتعالى في كل شيء، ان احنا نحط كل عمل بنعمله على ميزان كده، هل هيقبله الله سبحانه وتعالى ولا مش هيقبله. احنا محتاجين التوقف وعدم ارتكاب اي ذنب من اي نوع، والتوقف عن اي ذنب احنا بنرتكبه مهما كان صغير. صغائر الذنوب دي مشكلة كبيرة لما بتتجمع، ونرجع لربنا سبحانه وتعالى مستغفرين تائبين ونقول اللهم تب علينا لنتوب. لازم. ومن الحاجات برضو المهمة جدا 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 معاملتنا لبعضنا. احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، واتكلمنا في مفهوم الإحسان، واتكلمنا ازاي على قدر المستطاع نبقى كويسين مع بعض. احنا محتاجين في الفترة دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يفك ما نحن فيه من أزمات، عشان ربنا سبحانه وتعالى يخلينا نتجاوز ما نحن فيه من صعاب ومن غلاء ومن أمور بقت خلاص يعني ما بقتش محتملة، وبقت الأمور الاحتمالية فيها صعبة، وبقى في ناس كتير جدا، قطاع كتير جدا من الناس أصبح كل اللي بيحصل ده فوق مستوى تحمله. يعني في ناس مستوى دخلها ما يكفيهاش 5 أيام في الشهر. فطبعا ده يا جماعة يعني محتاجين إن احنا نبقى كويسين مع بعض، محتاجين إن احنا ما نستناش ان حد يطرق بابنا طالبا المساعده، احنا نفسنا نساعد بعض، احنا نفسنا نبقى في عون بعض، احنا نفسنا نتسامح مع بعض، احنا نفسنا نتساهل مع بعض، احنا نفسنا نحسن لبعض. يا جماعه الله يخليكم الله يخليكم، احنا محتاجين وانا قبلكم ان احنا فعلا 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 ان احنا قلوبنا تبقى صافيه تجاه بعض. نمتنع يا جماعه عن ان احنا نوقع بيننا وبين بعض، نمتنع عن ان احنا نقول الكذب، نمتنع ان احنا نتكلم عن حد، نمتنع ان احنا نشوه سمعة حد، نمتنع ان احنا نذل حد، نمتنع ان احنا نقهر حد، نمتنع ان احنا نشوف حد في ضائقة ونضغط عليه ونزود ضائقته. لا، احنا محتاجين وبشدة ان احنا نبقى مساندين لبعض، ان احنا نبقى محسنين مع بعض، ان احنا نتوقف تماما عن ايلام بعض نفسيا وعصبيا وجسديا وكل حاجة. بجد يا جماعة الامور فعلا 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 حلول السماء هتيجي، وحلول السماء
هتحل كل المشاكل اللي احنا فيها، وحلول السماء هتخلينا نتجاوز كل الامور الصعبة اللي احنا فيها. بس نلتزم بالاستغفار والتوبة إلى الله الإحسان نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فهو يرانا. والإحسان لبعضنا البعض، لازم الإحسان لبعضنا البعض. تساهلوا، تسامحوا، اعفوا. العفو عند المقدرة ده قدر كبير جدا جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين تكاتف وتعاون، ومحتاجين رجوع كامل إلى الله سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يحقق فينا شرطه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ودمتم دايما سالمين.